مساء الخير على جميع السيدات والسادة المستمعين والمتابعين لحكاية جيل بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. النهاردة حلقة خاصة جدا، معاكم حاتم النجار، وهنتكلم عن الحب الأول. قصة الحب الأول، هل هو حقيقي بيعيش ولا لأ؟ قصة هيام وطارق، دي قصة حقيقية على فكرة، جات لي على حكاية جيل. لما سمعتها أصريت على إذاعتها لأنها فيها حاجات تخلي كل واحد مننا يقدر كل معاني الحب. تعالوا مع بعض نسمع الحكاية. كنا قرايب من عيلة واحدة، وكانت هيام عندها 12 سنة. كنت دايما بحس بحاجة غريبة بشدني ليها من غير ما أعرف إيه هو ده، لأني أنا كمان كنت 16 سنة وما كانش عندي الوعي أو جرأة إني أكلمها في حاجة زي دي. بعد مرور فترة من الزمن اتقدمت لها، وللأسف اترفضت لأن معالم مستقبلي ما كانتش واضحة في الوقت ده. اتخطبت هيام لحد غيري، وأنا تايه ما بين إني أدور على مستقبلي أو أسلم نفسي للحزن على ضياع أغلى إنسانة عندي. للأسف كان حزني عليها مسيطر على كل حياتي، إلى أن سمعت إنها الخطوبة اتفكت. فرحت ورحت تاني أتقدم لها، ولكن برضو اترفضت، برغم إني صرحت هيام بحبي ليها وعشقي ليها، ولقيت اللي جوايا ليها. هي عندها نفس الشعور، لكن سنها ما كانش يسمح إنها تفرض رأيها على أهلها، وصمموا إنها تتجوز غيري. ما كانش عندي طريق تاني غير إن أفكر في مستقبلي، وفعلا كفحت كتير علشان أكون حاجة مشرفة. وفعلا بعد عد السنوات وصلت لمركز كبير في شغلي. بالرغم من مرور السنوات هيام عمرها ما خرجت من قلبي. كنت دايما بفكر فيها، بدور على أي أخبار عليها، بس للأسف ما قدرتش أوصل لأي أخبار. كان كل طموحي إن أطمن عليها مش أكتر. وبعد مرور أكتر من 10 سنوات وأنا طول الوقت مش يائس إني أدور عليها، وفجأة يشاء القدر إننا نتقابل صدفة، ولقيت في عينيها دموعها وهي بتقول لي أنا تعبت من كتر ما بسأل عليك وبحاول أعرف عنك أي حاجة. سألت عنك ودورت عليك عشان أعرف عنك أي أخبار. قلت لها أنا كنت بدور عليكي وتعبت إن أعرف أي أخبار عنك. الشيء الوحيد اللي خلاني مش حزين على السنين اللي راحت من عمرنا إني لقيت في عينيها الحب اللي عايش حتى بعد 15 سنة. لقيت قلبها ملهوف عليا، ولقيت في عينيها الحب، ولقيت الخجل والكسوف اللي لسه عايشين حتى بعد 15 سنة. هيوم هتفضل قصة حب يشهد ليها الزمن. رسالتي لهيام، هفضل أحبك لغاية آخر ثانية في حياتي. هفضل فخور بحبك ليا. هفضل أحكي عنك إنك أجمل وأرق بنوتة حبها قلبي. طارق. ودي مش نهاية القصة، كلنا بنتمنى لطارق وهيام إن ربنا يسعدهم، وهو ده الحب اللي بيفضل عايش معانا حتى لو فرقنا الحياة. حاتم النجار.